شفتوا هذا كنز لازم يكون في بيتك، كنز لازم تاخذي منه ملعقة كل يوم. بنات هذا دواء، هذا أنا أشوفه دواء، مجبرة إنك تاخذي كل يوم. خذي ملعقة على الريق أول ما تصحين، أو يا بنات حطي مع زبادي كذا. وعلى فكرة طعمه مرة حلو، طعمه ياخذ العقل. طيب إيش يسوي يا بنات؟ يخفف من تساقط الشعر، تساقط الشعر اللي يكون نتيجة عن الصلع الوراثي. والله العظيم يا بنات شعري كان بنات شعري كان في اليوم ما تطيح 15 100 200، كانت تطيح 300 شعرة في اليوم، ما أبالغ. شعري كان لدرجة أن الله يكرمكم البلاعة حقة الحمام انسدت. تخيلوا من شعري. تحاليلي كلها فوق الطبيعي وتمام ما شاء الله تبارك الله. عنايتي بشعري تجنن، ما عندي فروتي صحية ونظيفة. بنات اكتشفت انه عندي صلع وراثي. طيب كمان يا بنات اضيفي معاه هذا المكمل يا بنات، يعالج او يثبط او يخفف عندك مشكلة التساقط او الصلع الوراثي. هذا اخذته من اي هيرب يا بنات. هذا بلميط من شعري وبذور اليقطين. وعندكم كمان يا بنات هنا هذه بذور اليقطين. كل يوم يا بنات اخذ حبة من هذا المكمل، واخذ اكل بذور اليقطين مع الزبادي اليوناني. قسما يا بنات اذا ما مر 10 ايام وخف التساقط عندك، ولا انا ما افهم شيء حقيقي يا بنات. ما في شيء فادني بعد الله. رحت ضربت إبر، رحت العيادات، أخذت فيتامينات، مكملات، تحاليلي تمام، ما عندي مشكلة. بس يا بنات الصلع الوراثي يعني أوقات يكون ما له أسباب أو أعراض قوية لما يجيك. يعني مو شرط إنه يكون فيك خلل أو نقص، أو أنت يعني عندك يعني نقص في عنايتك بنفسك أو غذائك، سبحان الله. المهم يا بنات هذا المكمل من اي هيرب مرة فادني يا بنات، مع التساقط اللي ما له حل ولا يوقف. كمان ما تنسون بذور اليقطين يوميا.